بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد. هنعمل بقى ايه النهارده؟ حاجة تانية خالص. هنعمل ان شاء الله اهي صينية اهي. ايه رأيكم؟ صينية بيضاوية دي بيضاوي، فاهمين يا جماعة؟ اهو بالاطباقة بتاعتها اهي. طبعا انتوا عارفين اهو، انا بوريكم الشكل وادي الجلد بتاعها، وهنبدأها مع بعض خطوة بخطوة. وان شاء الله هبدأ معاكم النهاردة اول حاجة الاطباقة دي نعملها. ماشي يا حبايبي؟ اهو. طبعا الصواني دي يا جماعة خلي بالكم، في منها المدور، في منها المربع، في منها البيضاوي، فبتبقى ليها أشكال جميلة جدا. وفي منها السادة، وفي منها المنقوش، يعني أشكالها بتبقى روعة روعة. ماشي يا حبايبي؟ طيب اهو، اهي وادي الظهر بتاعها وادي الوش بتاعها. طبعا انا الصينيه بعملها على الظهر، انما الطبق هعملها على الوش. فاهميني يا حبايبي؟ اهو. هنا خلي بالكم بنشوف كده، هنا بتبقى شايفين انتوا الاخرام دي. انا بحب ان انا اعمل الاول الاخرام. في ناس بتبدأ تعمل الشغل الاول وبعدين تعمل الاخرام. لا، انا بحب اعملها عشان تدي منظر احلى شويه. بتعملوها ازاي؟ بتدخلي في اي فتحه، اي فتحه ندخل فيها. بنعمل ايه؟ بتشد الخيط اهي بسن الابره اهو. معلش، احنا طبعا واحده واحده مع بعضينا اهي. بناخدها، امسكيها من ورا كده عشان ما تعملش منك. بتجيبي بتخشي في اللي جنبها، بتحطي سن الابره، بتشد الخيط بسن الابره اهي. بنعمل غرزه منزلقه اهي اهي. شايفين؟ اهي بتعملوا. هعملها معاكم تاني اهي. امسكوا الفتله اللي ورا الصغننه دي يا جماعه عشان ما تفكش منكم اهي. دخلي سن الابره اهي. جيبي الخيط اهو اللي على البقره اهي، دخليها على طول في الابره كده اهي. بصوا اهي، دي اسمها غرزه منزلقه. هعمل كل ده بغرزه منزلقه واجي اقول لكم هقفلها ازاي. اهو وعملت اهوت بغرزه منزلقه. دي بتدي شكل حلو قوي. في ناس بتحب تعمل دي بعد ما بتعمل سطر، ولا انا بحب ابداها الاول. خلاص، بعمل ايه بقى؟ باجي اهو في اول غرزه احنا عملناها مع بعض، بشد كده، بقفل بغرزه منزلقه اهي. شايفينها؟ بعمل ايه بقى؟ هبدأ خلاص بقى ايه الغرز بتاعتي. هطلع سلسلة، هخش بقى فوق كل غرزة احنا عملناها. في ناس برضو بيعملوا لك غرزتين حشو تبع ما تلقي الفتحة بتاعتك هتاخد ايه. يعني في فتحات اكبر من دي، لا انا لاقية واحدة كفاية. هنخش في التانية برضو اهي، نعمل غرزة حشو. ده طبع برضو اختيارك انت اهو. يعني انت لو لقيتي في حتة كمان عايزة تاني، انا مش عايزة ازنقها قوي، ممكن تعملي 2 غرزة حشو، بس انا بعمل واحدة اهي. واحدة لان هي صغيرة، الفتحة تاخد واحدة بس. انا بقول يا جماعة للي هم برضو لو عايزة تعملي، انا هوريها لك كده بس دايركت بس اهي. لو عملنا 2 اهو جنب بعض اهي، ايه رأيكم؟ تصدقوا والله شكلها احلى برضو. طب اعملها معاكم 2. ممكن تعملي مرة واحدة حشو واللي جنبها 2 حشو عادي خالص. هنعمل دي مرة حشو اهي، الفتحة اللي جنبها نعمل 2 حشو اهي. ايه رأيكم؟ بصوا، هنعمل السطر كله كده، وهاجي برضه اوريكم قفلتها ازاي. شوفوا بقى الجمال. عملنا اهوت في مرة عملنا واحدة حشو والتانية عملنا 2 حشو. ايه اللي حبيتي تعملي 2 و2 عادي.
في فتحات يا جماعة بتبقى غير بعضها. انا الفتحة هنا لقيتها ان ممكن برضو لايقة بواحدة، ولقيت التانية لايقة باتنين، عادي مفيش اي مشكلة. هنقفل اهو في اول غرزة اهي، اول اهو حاجة عملناها في غرزة حشو بغرزة منزلقة. شايفين المنظر معايا بقى جميل ازاي؟ هتطلعي بقى ايه؟ سلسلة. بصوا السطر ده مختلف بقى يا جماعة، هنطلع سلسلة. هتيجي في غرزة الحشو دي اهي، اعملي غرزة منزلقة. كل السطر اللي احنا هنعمله هيبقى بغرزة منزلقة. بعد ما عملنا الغرزة المنزلقة هتعملي ايه؟ تطلعي سلسلة. فاهميني؟ اللي تطلع دي انت تبقوا منظر حلو شويه كده. يعني يا جماعه هعمل واحده معاكم كمان اهو فوق التانيه، برضو هنعمل غرزه منزلقه اهي. معلش اهي، لما بتفك مننا عادي خش عادي اهو، طلعيها مفيش اي مشكله اهي. ادي المنظر، وهشوفكم بعد ما اخلص الفيديو ان شاء الله مع بعضنا. ورجعت لكم تاني اهو، عملنا السطر التاني. بصوا يا جماعه عملنا السطر التاني، بصوا يا جماعه بقى ليه سن كده جميل ازاي. دوت قلنا غرزه منزلقه، وبنطلع سلسله وتخشي في الغرزه اللي جنبيها. طبعا انا هقفل معاكم اخر غرزه هندخلها في الاولى ديت اهي، اهي بغرزة منزلقة اهي اهو. وكده الفيديو معانا خلص، وادي الطبق معانا خلص. طبعا انا المفروض هقص دوت، المفروض هنقصها واجيب ابره واقعد ادخل الخيوط الزياده دي بقى، داريها بقى، داريها في اي حته. ماشي حبايبي، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا عملنا مع بعض واحد، وقلنا هنخلص الستة وابقى اوريهم لكم ايه رأيكم بقى في الجمال ده. عايزاكم بقى تكتبوا لي كده تعليقات جميلة زيكم، وتقولوا لي ايه رأيكم برضه. ماشي يا حبايبي، وهنبدأ بقى ان شاء الله. هنعمل بقى مع بعض دلوقتي الصينية دي بقى خطوة بخطوة مع بعضينا. ماشي يا حبايبي، يلا هنبدأ. طبعا انا هنا عملت دول على البقى على الوش، عملنا البقى على الوش. لا طبعا احنا هنعمل بقى الصينية دي على الظهر اهي. ماشي معايا اهو. هنعمل ايه بقى؟ بصوا بقى يا جماعه، انا عايزه اقول لكم على فكره حلوه قوي، انا يعني ايه اتقنتها كده الفكره دي. هنعمل ايه بقى؟ بصوا عايزين نسيب حوالي 5 متر. بصوا بقى معايا، عايزين نسيب حوالي 5 متر. فاهميني؟ طبعا اللي عنده ترابيزه يقيس، اللي بالويم يقيس اهي. مثلا بالويم اهي ده متر، 2 3 4 اهي 5 متر. انا سبت ايه يجي 5 متر كده. شايفين يا حبايبي اهو، خلوهم على جنب كده اهو. خلاص، ناس هيقولوا لي ليه خلوهم بس على جنب دلوقتي؟ علشان احنا هنعمل ان شاء الله الفتحات اللي من تحت ديت بالخيط ده. فهمتوا كده؟ خلاص، يعني ان شاء الله نبدأ مع بعض الفتحات دي الاول بالغرزة، وبعد كده هبدأ لكم، لان المرة اللي فاتت عملت لكم الاول ايه؟ عملت الغرز المنزلقة، التقفيل من تحت الاول اهو، التقفيل من تحت الاول. لا المرة دي بقى هعمل معاكم الغرزة الاول وبعدين اقفل معاكم. ماشي حبايبي، يلا بص انا بوريكم كل حاجه، يعني عايزه ايه اوريكم كل حاجه انا عارفاها. ماشي، احنا هنا البيضاويه دي اعملي من اي حته انت عايزه. خلاص اهو. بتجيبي طبعا الصينيه بتبقى كبيره شويه، فهنشتغل برضو مع بعض اهي. بتجيبي الخيط من اي فتحه انت عايزاها اهي، تبدأي دخلنا
في الفتحة اهي بنعمل الخيط اهو من فوق الابرة بسن الابرة، عملت اول غرزة حشو. هنا بقى في الفتحات دي يا جماعة انا هعمل ايه؟ هعمل 2 غرزة حشو في كل فتحة، هعمل 2 غرزة حشو. شايفينها اهي اهي، شايفين؟ هنبدأ تاني مع بعض، هنخش في السلسلة التانية. هجيب الخيط اجره كده بطلعه لفوق كده، هجيب الخيط تاني اعمل غرزة حشو اهي الاولى اهو، بدخل تاني بجيب الخيط واعمل غرزة حشو تانية. طبعا اهي باينة مع حضراتكم اهي، شايفينها؟ هعمل واحدة معاكم كمان وانا اخلصها وارجع اقول لكم اهو اهي معاكم. مالكوش دعوة بالخيط ده خالص، ملناش دعوة بالخيط ده اهو. دخلنا عملنا اول غرزة حشو، دخلنا تاني عملنا تاني غرزة حشو اهي، شكلها بدأت اهي جميلة. وان شاء الله اكمل كل الفتحات دي وارجع لكم تاني اهو. انا طبعا حبيت بس اوريكم، شوفوا الغرز اهي شكلها جميل اللي احنا بنعملها مع بعضينا. هنكمل مع بعضينا وابقى اوريكم بتتقفل ازاي اهي. ماشي يا حبايبي اهي، ايه رايكم؟ اهو نكمل مع بعض السطر التاني بغرز منزلقه اللي في الفتحات من تحت. ماشي، ورجعت لكم تاني. طبعا اهي الصينيه بعد احنا ما عملناها قلت لكم ان شاء الله اوريكم اول سطر ديت كلها بغرزه الحشو، داير ما يدور اهي بغرزه الحشو اهي. ايه رأيكم في جمالها بقى؟ وما شاء الله جامدة وحلوة وجميلة جدا. طبعا احنا كنا بنعمل من على الظهر، انا برضو وريتها لكم في البداية من على الظهر، فاهميني؟ ان شاء الله بقى هبدأ اخر سطر معاكم. هنعمل، بصوا بقى معايا اللي طبعا انا حبيت العلو ده بتاع الفيديو بتاعي، انا حبيت العلو ده في الصينية. في ناس بيحبوها اعلى شوية، عارفين؟ يعني في ناس بتزود سطرين كمان، في ناس بتسيبها كده، دي تبع راحتك انت وتبع راحتكم خالص، بس انا حباها تكون كده. فمعايا بقى اخر سطر هعمله معاكم عشان التقفيلة بتاعتها بالغرزة المنزلقة. وعايزه اقول لكم حاجه يا جماعه، طبعا انا كنت سايبه 5 متر معاكم، عايزه برضه اشرح لكم كله. 5 متر قلت ديت بنسيبها على جنب عشان بقفل من تحت الفتحات اللي باينه بغرزه منزلقه. وعايزاكم بقى تقولوا لي ايه جمالكم، انتم ما بتكتبوليش حاجه ولا تعليقات ولا حاجه. يعني بصوا هي جميله جدا، هي ما شاء الله عجباني وجامده وجميله جدا. طبعا اللي عايز يزود يزود، بس انا هقف لغايه هنا واعمل معاكم غرزه المنزلقه بقى. بصوا بقى معايا طبعا يا جماعه، معلش هي كبيره، ف يعني ايه اهو. بنعمل بقى الغرزة المنزلقة ازاي؟ انتوا شايفين في 2 اهم، هندخل هنا اهو فوق ال2 دول اهو. احنا كنا بندخل في الحرف اللي فيه او رقم 7، لا المرة دي بتدخلوا فوق ال2 دول اهو. بتعملوا ايه؟ بنشد اهو الخيط اهي، قلت لكم بنعملها غرزة منزلقة اهي. ريحوا ايديكم يا جماعة، ريحوا ايديكم، فاهميني؟ هعمل معاكم تاني اهي، مش في الحرف الفي، انا كنت باكد على الفي، لا في ال2 دول اهو. بنشد الخيط اهي غرزة منزلقة اهي. بصوا جميلة دي، جميلة جميلة. هعمل معاكم اخر واحدة واكملها واوريها لكم اهي. هتدخلي في ال2 دول اهم اهي، بتشد الخيط
بتعملي على طول كده غرزة منزلقة. معلش كمان الصينية كبيرة قوي اهي. دي ان شاء الله بقى دي بتعمل ايه بقى؟ السطر ده بيثبت لك على الصينية اكتر. ماشي حبايبي، واكملها وان شاء الله اوريها لكم بقى في النهاية، لان ان شاء الله هنبقى نعمل الايد الجلد مع بعض. ورجعنا لكم تاني اهوت. خلصت بقى معاكم الصينيه كلها الحمد لله. انا بس ايه ركبت اهو الجلد بتاعها بتاع الشنطه. ايه رايكم بتاع الصينيه؟ ايه رايكم فيها بقى؟ يعني الصراحه طلعت في منتهى الجمال، وخطوه خطوه عملناها مع بعض. وركبنا الجلد ما فيهوش اي حاجه، عملناها اهوت من هنا من عندكم اهوت بأي خيط بقى. ممكن بخيط السلسلة بتاعها، أو خيط صوف، أو خيط اللي هو المصري الفرنساوي المصري، أو خيط المكرمية المصري. وطبعا الإبرة اللي انتوا بنعمل بيها اهوت، لا اما ابره بلاستيك او ابره كنفا اهوت، زي ما انتوا عايزين تعملوا بيها تعملوا بيها. وهي سهله وجميله، واتمنى لكم ان شاء الله يا ريت كل واحده فيكم تعمل واحده زيها ان شاء الله. وشكرا ليكم والى اللقاء.